ليلة لا تنسى في كأس العرب، حين يصطدم الإصرار بالفن ويعلو صوت الجماهير مع كل هجمة، وحين تصبح الدقائق الأخيرة أكثر سخونة من أي بداية. هنا حيث تكتب البطولات، في مساء عربي مشحون بالإثارة والتوتر، وعلى ملاعب كأس العرب اجتمعت الفرق الأربعة: فلسطين، تونس، قطر وسوريا، لتكتب فصولا من العزيمة والصراع والإصرار الذي يتجاوز حدود الرياضة. كانت الملاعب شاهدة على مباريات لا تنسى، على لحظات سقطت فيها الكرة كأنها تصرخ، وعلى لحظات أخرى ارتفعت فيها الأنفاس مع كل هجمة، مع كل تسديدة، مع كل تصدي. بدأت السهرة بمواجهة فلسطين وتونس على استاد لوسيل، مواجهة كانت أشبه باختبار أكبر للفدائي الفلسطيني بعد انتصار المفاجئ على قطر. تونس دخلت اللقاء بروح متحكمة، كأنها تعتقد أن المباراة محسومة. تمريرات قصيرة، ضغط متواصل، تنقلات سريعة، وسط متماسك يتحرك كغرفة قيادة. وهدف أول جاء عبر عمر العيوني في الدقيقة 16، ثم الهدف الثاني عبر فراس شواط في الدقيقة 51، وكأن التاريخ يريد أن يكتب سيناريو محدد. لكن فلسطين التي حملت على أكتافها آمال شعب بأكمله رفضت الانكسار في الشوط الثاني، ومع كل دقيقة تمر كان الفريق يرسل رسالة واضحة: لن نكون مجرد رقم على الورق، لن نكون مجرد حكاية قصيرة في البطولة. حامد حمدان سجل الهدف الأول مشتعلا كالشمس بعد العاصفة، ثم جاء زايد قنبر في الدقيقة 85 ليحرر الكرة في الشباك، وكأنه يخاطب الدويري ويقول له: حرر يا الدويري، وليعلن أن إرادة الفلسطينية قادرة على قلب الموازين مهما كانت قوة الخصم. التعادل هدفان لهدفان لم يكن مجرد نتيجة، بل كان شهادة على العزيمة، على الكبرياء، وعلى روح لا تعرف الهزيمة. كل كرة كانت معركة، وكل هدف كانت صرخة في وجه المستحيل، وكل دقيقة على أرض الملعب كانت درسا في الكبرياء الوطني. وفي الوقت نفسه وعلى استاد الخليفة الدولي كانت قطر تواجه سوريا في مباراة أخرى لا تقل إثارة. العنابي بدأوا المباراة كما يفترض، يسيطرون على الكرة، يضغطون، يسعون لإحياء فرصهم في التأهل، وكأنهم يريدون أن يحسموا كل شيء قبل صافرة النهاية. ومع مرور الدقائق نجح أحمد علاء الدين في افتتاح التسجيل للعنابي في الدقيقة 77، وكأن المباراة بدأت تميل لمصلحتهم. لكن سوريا بروح نسور القاسيون رفضت الانكسار. بالانضباط الشديد وإصرار لا يقهر وصلت إلى الهدف التعادل في الدقيقة 90 عبر تصويبة صاروخية من عمر خريبين لتقلب الطاولة وتثبت أن كرة القدم لا تحكم إلا بلحظة، وأن كل ثانية على الملعب يمكن أن تغير المعادلات. كانت هذه الأمسية لوحة مزدوجة، فصولها مليئة بالتوتر والإثارة. فلسطين أظهرت أنها ليست مجرد منتخب، بل رمز للإرادة واللقب وللقلب الذي لا يعرف الهزيمة قبل المحاولة. تونس شعرت بمرارة الدقائق الأخيرة، حيث تحول كل تفوق إلى درس في الكفاح والصبر. قطر تعلمت أن السيطرة لا تكفي إذا لم تتحول إلى فعالية أمام المرمى، وأن كل هجمة ضائعة يمكن أن تكلف ثمنا باهظا. سوريا بتعادلها القاتل أكدت أنها لا تأتي لمجرد المرور، بل للحضور والمنافسة، وأن كل لحظة قد تكون فاصلة. في هذه الأمسية لم تكن البطولة مجرد مباريات، بل كانت ملحمة عربية حقيقية، مدرسة في الكبرياء، في الإصرار، وفي القدرة على قلب المعادلات. كل هدف كان لوحة، كل هجمة قصة، وكل دقيقة على أرض الملعب كانت شاهدة على أن كرة القدم أكثر من رياضة، إنها لغة القلوب والإيمان والصبر والإرادة.
وفي نهاية هذا المساء العربي الحافل بالإثارة تبقى الدروس واضحة كما هي. كرة القدم ليست مجرد أرقام على لوحة النتائج ولا مجرد أهداف تسجل، بل هي ملحمة تكتب على أرض الملعب، لغة القلوب والإرادة والصبر. فلسطين أظهرت أن الإرادة تصنع المعجزات. تونس تذكرت أن التفوق لا يكفي دون صبر وتركيز حتى اللحظات الأخيرة. قطر تعلمت أن السيطرة وفي نهاية هذا المساء العربي الحافل بالإثارة تبقى الدروس واضحة كما هي. كرة القدم ليست مجرد أرقام على لوحة النتائج ولا مجرد أهداف تسجل، بل هي ملحمة تكتب على أرض الملعب، لغة القلوب والإرادة والصبر. فلسطين أظهرت أن الإرادة تصنع المعجزات. تونس تذكرت أن التفوق لا يكفي دون صبر وتركيز حتى اللحظات الأخيرة. قطر تعلمت أن السيطرة وحدها لا تعني الانتصار، وسوريا أكدت أن كل ثانية على الملعب قد تغير التاريخ. هكذا تنقش البطولة فصولها، وكل مباراة تصبح صفحة من كتاب طويل مليء بالدراما، بالإثارة وبالروح العربية التي لا تعرف الاستسلام. وفي كل هدف وفي كل لحظة حاسمة يولد الأمل وتتجدد الأحلام وتكتب الذكريات التي ستظل عالقة في الأذهان، شاهدة على أن كرة القدم أكثر من رياضة، إنها قصة، إنها ملحمة، إنها نبض الشعوب.